السلام عليكم. انا بس عايز اقول لكم، واكيد انتوا كلكم واخدين بالكم ان انا مش بحضر للي انا عايز اتكلم فيه. الموضوع اللي بيطلع كده في دماغي او الحاجه اللي انا بشوفها حاصله حاليا هو ده اللي انا بتكلم فيه، وبقول اللي على مخي، اللي بيجي على مخي يعني بقول، ما بحضرش، ما بقعدش افكر ومش عارف ايه، ان انا حاسه هو ده اللي انا بتكلم فيه. النهارده عايز اتكلم على موضوع شركه الاتصالات المصريه اللي هي وي، وموضوع بالذات موضوع الانترنت. اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، ان هم عندهم اولا احتكار لكل خطوط الانترنت الارضي، ودي انا شايف انها مشكله كبيره جدا، لان مفيش تنافس. يعني معنى كده الرقم اللي هم يحطوه ايا كان هو ده اللي هيدفع، محدش ممكن يعلوا براحتهم، لان هم عارفين ان مفيش حد بينافسهم. الحاجه الوحيده اللي حد تاني بيقدر يعملها اللي هي الماي فاي، اللي هي زي الراوتر كده اللي هو في 4 جي او ايا كان، يعني بيتحط في البيت والناس بتستخدمه، بس ده سعره اضعاف. هم عارفين ان محدش عنده اي اختيار تاني غيره، وفي نفس الوقت بيدوا، وده بقى كل الشركات بتعمل الحركه دي، بيدي عدد معين من الجيجات في الشهر. وده اللي مجنني. ليه؟ احب اقول لكم، انا عشت بره مصر في كذا دوله. اول مره في حياتي اشوف موضوع ان حد عنده انترنت مثلا عندك 250 جيجا في الشهر. طب ليه؟ هو الجيجات عندك كل ما بتزود بتدفع عليها فلوس؟ احب اقول لكم مفيش دوله في العالم تقريبا على حد علمي، مفيش دوله في العالم بتعمل الحركه دي. كله الانترنت مفتوح. معلش، كله الانترنت مفتوح. انت بتدفع اشتراك شهري. الانترنت مش بفلوس يا جماعه. الاشتراك اللي هم فكره الاشتراك اللي انت بتدفع اشتراك عشان يعملوا لك اكسس على الانترنت، ماشي؟ بس ان انت تدفع اشتراك علشان يبقى عندك عدد معين من الجيجات، دي انا اول مره اسمعها، ودي حاجه غريبه جدا. وبعد كده يا ريتها بتكفي، دي ما بتكفيش. انت بتضطر ان انت تدفع مره واثنين، وفي ناس بيضطروا يدفعوا 3 مرات. يعني انت كده بتاخد حاجه مش من حقك. النت ما بيكلفش الشركات، او عدد الجيجات اللي بتاعت النت ما بتكلفش الشركات اللي بتوفر الخدمه دي اي فلوس. الفلوس اللي بتكلفهم جيجا هي اللي بتكلفهم مليار جيجا، لان هم واصلين على، بيوصلوك على الشبكه العالميه، والشبكه العالميه مفتوحه. فانا مستغرب ان ليه هم بيعملوا كده. انا شفت كذا فيديو بيطلب بفتح الانترنت في مصر، وانا بضم صوتي لصوتهم، لان ما ينفعش يا جماعه. احنا المفروض دوله متحضره، ودوله المفروض انها عايزه تتقدم او عايزه تبقى متقدمه. ما ينفعش ان احنا نخش في الحاجات الضيقه دي ونتكلم فيها. المهم، في حاجه بقى انا خدت بالي، او برضو مقاله شفتها، ان وزير الاتصالات او حد مسؤول في هيئه الاتصالات، وعلى ما اعتقد ان هو الوزير، طالع كان بيتكلم في ان هو بيقول جمله كده، جمله استغربتها قوي. ما ينفعش ان احنا نسيب، بيقول يعني ما ينفعش ان احنا نسيب النت مفتوح للناس كده تستخدمه زي ما هي عايزه. ليه حضرتك؟ ليه يعني؟ هل في دي عيب ولا حرام؟ ايه المشكله يعني ان انت تسيب النت مفتوح؟ ايه اللي هيكلف حضرتك يعني؟ ايه الزياده اللي انت هتحطها، ولا ايه المشكله عندك؟ يا ريت لو حد يعرف حاجه يجاوبني على السؤال ده. ايه غرضه من ان هو تحديد الانترنت؟ ايه الوزير ده ايه مشكلته؟ انا مش قادر استوعبها يعني. فالمهم، طبعا كلام غريب وتبريرات اغرب. انا لغايه دلوقتي مش لاقي له تبرير ان هو ليه بيقول لك لا لازم يبقى ليها حد. انا مش فاهم. بس المهم، النقطه اللي عايز اتكلم فيها، النت في مصر غالي جدا، وخاصه على مستوى الدخل للشخص. مش عايز طبعا يخش بقى في موضوع الدخل والكلام ده كله، ده الفيديو تاني. النت غالي جدا على مستوى الدخل، دي حاجه. الحاجه الثانيه، موضوع تحديد عدد الجيجاهات ده حاجه غريبه، على ما اعتقد انها حاجه خاصه بمصر فقط. نحن نسبق العالم في الموضوع ده، دي حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه، سرعه النت برضو، ان هو يعني معظم الاماكن اللي انا بروحها يعني ماشي، ممكن تبقى سرعه كويسه، بس بعد كده بيحصل فيه مشاكل، بيتقطع. لو مثلا، طبعا انتوا عارفين ان مصر كلها فيها حفر في الشوارع، فتلاقي ان كل شويه النت يتقطع، يقعد ممكن بالساعه والساعتين واليوم واليومين. وناس كتير بتشتكي من الخدمات هم ولا هممهم. بتتصل بتشتكي، هي برضو نفس الكلام ونفس الوعود ونفس الكلام اللي ملوش معنى. المهم، انا بطلب ان الناس كلها تضم صوتها وتتكلم في الموضوع ده، ان هو يا جماعه لازم الانترنت يبقى في مصر متقدم وحديث،
وسريع. احنا برضو اسمنا مصر، وسريع، ومفيش حاجه اسمها حد اقصى للجيجاهات في الاشتراك الشهري. انت بتدفع الاشتراك الشهري ايا كان عدد الجيجاهات اللي انت بتستخدمها، او لاخر الشهر تيجي في ميعاد الدفع بتدفع الاشتراك بتاعك. هو ده اللي المفروض. يلا المهم قبل ما اقفل انا عايز الناس كلها تدعي لاخواتنا واهالينا في فلسطين، ويا رب يأيدهم بنصره وينصرهم ويصبرهم ويعينهم على اللي هم فيه ويعيننا احنا كمان. السلام عليكم.